مقبرة أبلين القديمة وسط البلد. هان احنا نقف على قبر المرحوم الزعيم عقيلة آغا الحاسي. عقيلة أصله ينحدر من ليبيا، يعني أبوه من ليبيا أجى على مصر، ومن مصر جاء على غزة. عقيلة يعني ولد في غزة. أمه من عرب التركمان. كان بالجيش العثماني، وصل لرتبة ضابط، وبعدين انشق عن الجيش، وكان له تمرد على الدولة العثمانية. علاقاته مع الدولة كان فيها مد وجزر، مرات كانوا ينفوه مرات يرجعوه. المهم هو كان يعني زعيم قوي، وقدر يسيطر على منطقة الجليل الأعلى والأسفل ومرج بن عامر والكرمل. أهم المعارك اللي يذكر فيها عقيل الحاسي أنه كان له صراعات مع قوة كثير على المناطق اللي منها دخل، فكان صراع كثير بينه وبين فئات ثانية على السيطرة على خان التجار اللي هو على شرق جبل الطور. فهناك كانت معركة شهيرة بينه وبين قوة أجت من الكراد. أجت كراد بقيادة الزعيم حسن شنادين، ودارت بينهم معركة شمال ليبيا، وكان عقيل الحاسي معاه 300 مقاتل وشنادين معاه 600 مقاتل. وبعد قتال شديد وعنيف عقيل الحاسي مع المقاتلين اللي معاه، كان معاه 3 فئات مقاتلين. كان معاه المقاتلين الهوارة هذول اللي جين معاه. من الميمنة كانوا مقاتلين من عرب الصبيح، من الميسرة مقاتلين من عرب التركمان. وبعد قتال عنيف قدر يتغلب على القوات الكردية بقيادة حسن شنادين، وهربوا منهم ولحد مقام النبي شعيب، وهناك وقفهم. لما عدم القتلة تاع الكراد كانوا مقتولين 106، وبينهم كان القائد حسن شنادين، فهو احترام وتكريم له حمله وجاء قبره على تلة بلوبيا وعمل له مقام. هناك اليوم مقام حسن شنادين معروف. وعقيلة الحاسي اتوفى هنا بين أهله وقرايبه وأخوته بأبلين سنة 1870، وهذا القبر تاعه، والفاتحة على روح الزعيم عقيلة آغا الحاسي.